رجعت البيت بدري ولقيت جوزي مش لوحده، لكن اللي عملته بعد كده هو اللي قلب حياته كلها. نزلت شغلي الصبح وما كنتش ناوية أرجع البيت غير بالليل، وجوزي عارف ده، لكن الاجتماع اتلغى فجأة. فقلت أروح أفاجئ جوزي بقى ونقضي اليوم سوا. طلعت السلم وأنا مبتسمة كده، لكن أول ما فتحت باب الشقة حسيت إن في حاجة مش طبيعية. شميت ريحة برفان حريمي مالية المكان كله، والنور كله كان مفتوح، وصوت ضحك جاي من آخر الطرقة. فكنت فاكرة إن ده صوت الموبايل ولا صوت التلفزيون، لكن وأنا بقرب من الحمام سمعت صوته، صوت جوزي، ومعاه صوت واحدة ست. وقفت مكاني وأنا قلبي عمال يدق بعنف. الباب كان موارب شوية، ولما بصيت من فتحة الباب اتجمدت مكاني. شفت جوزي مع صاحبة الكوافير اللي تحت البيت واقفين يضحكوا جوه الحمام، وكأنهم زوج وزوجة قاعدين بيهزروا في الحمام، وكأن ده بيتهم هما الاتنين. في اللحظة دي كان ممكن أقدر بقى أقعد أصرخ أو أكسر الدنيا، لكن عملت حاجة محدش كان يتوقعها أبدا. رجعت بهدوء كده وقفلت باب الحمام من بره بالمفتاح. أول ما حسوا إن الباب اتقفل بدأ الخبط والصريخ على الباب: افتحي افتحي يا هبة افتحي، انتي فاهمة غلط. فاهمة غلط ايه؟ انا شايفة جوزي هو وواحدة ست في الحمام وشبه عريانين. غلط ايه اللي افهمه؟ قعد بقى يقول لي اسمعيني الاول، لكن ولا كلمة منهم كانت تفرق معايا. طلعت موبايلي واتصلت باخويا، قلت له بكل هدوء: تعالى لي حالا دلوقتي وهات معاك بابا وعمي، عايزاكم تشوفوا الحقيقة بنفسكم. خلال دقايق بس كانوا كلهم واقفين قدام باب الشقة. فتحت لهم وخليتهم يسمعوا بنفسهم صوت الخبط والصريخ من جوه الحمام. ساعتها وش جوزي بقى اصفر، وما بقاش قادر يصلب طوله من الكسوف. ولما فتحت الباب اخيرا خرج وهو مش قادر يبص في عين حد. اما الست بقى اللي كانت معاه فكانت منهارة جدا من الاحراج، ولا واحد فيهم عرف ينطق. وفي نفس اليوم سبت له البيت ورفعت دعوى طلاق، وفضحته وفضحتها قدام اهلي واهله. ممكن أكون خسرت جوازة، لكن الحقيقة بقى إن أنا كسبت نفسي، وتعلمت إن الخيانة عمرها ما بتستخبى، ولازم هيجي اليوم إن الحقيقة فيه تبان. دي بقى كانت حكايتنا النهاردة. يمكن وجع الخيانة صعب، لكن الأصعب إن الإنسان يفضل عايش في كدبة وهو عارف الحقيقة. في مواقف زي دي الكرامة بتبقى أهم من أي علاقة، والثقة لما بتتكسر رجوعها بيكون صعب. دلوقتي عايزة أعرف رأيكم بكل صراحة، لو كنتوا مكانها كنتوا هتتصرفوا إزاي؟ مستنية أعرف رأيكم في التعليقات، ولو بتحبوا القصص الواقعية اللي فيها عبرة ما تنسوش تعملوا لايك وتتابعوا الصفحة علشان تشوفوا حكايات جديدة. سلام عليكم.